كيف بخزن الجبنة وبحافظ عليها من أول حبة لآخر حبة بنفس لونها الأبيض الحلو، وبتضل معاي طعمتها كأني شاريتها اليوم، أبدا ما بيتغير معاي لا طعمها ولا لونها. لايك وشير قبل ما نبدأ، ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبلش. أغلب الناس اللي بتعاني من تغيير لون الجبنة وطعمها وحتى بيطلع لها أيام ريحة، هذا بسبب سوء التخزين. لازم تتأكدي تماما إنه نصية الجبنة لما فتحتيها تكون عندك نظيفة ما فيها أي صدى. يعني يفضل الجبنة اللي بدكم تجيبوها تكون من مصدر موثوق منه. فضيتها تماما من التنك الصفيح، ما بصير تضلها بالتنكة أو النصية أبدا أبدا أبدا. باخد الجبنة وبفضيها بمطربان من أزاز، ما بصير الجبنة تضلها موجودة بالتنكة لأنه التنكة بتتأكسد مع الهواء، بالتالي بتصدي بتخرب لك الجبنة. وما بصير نحفظها بمطربان من بلاستيك لأنه غير صحي وما بينفع أصلا للحفظ. هذا واحد من الأسباب اللي بيخلي لك الجبنة تغير معاكي طعمها وكمان يغير معاكي لونها. بعد هيك بصفي كليات المي اللي موجودة بالتنكة وبغمر فيها كل الجبنة. لازم المي تكون غامرة الجبنة تماما، ما تقلقوش يعني رح تكفي وزيادة. لا، في ناس بتحب تفضيها من التنكة وتحتفظ فيها بالفريزر، بصير، ولكن أنا بلاقيها شوي بتفتفت وأيام بيتغير معانا طعمها، فأنا ما بحب أحتفظ فيها بهاي الطريقة. بسكرها كتير منيح، بعد هيك بحطها بخزانة المونة. لو عندك مجال بالثلاجة بالشوب أفضل وأفضل. بالشتاء فيك تحتفظي فيها بأي خزانة بصير، ولكن لو مش متاح أو ما في مجال بالصيف أو بالشتاء حطيها بخزانة المونة، ما بصير لها ولا أي شيء. صراحة لو خليتوها بالتنكة انت هيك كأنك رميتي مصاريكي بالأرض، بتخرب معاكم وبيطلع لها ريحة، وخصوصي هالأيام الدنيا كتير شوب. تعال أقول لك يا قمر كيف بنقلي الجبنة بالطريقة الصح وكيف تحليها لتطلع معاكي ولا أطيب من هيك. وقت بدي أستخدمها وتكون جاهزة للقلي كنا بنعرف إنها ملوحتها زيادة، تمام، فبطلعها من المطربان، بغسلها مرة ومرتين وثلاثة وبنقعها بمي جارية من الحنفية على الأقل لمدة 24 ساعة، بتحلى معي. وبهاي المرات بغير عليها المي مرتين ثلاثة. بعد هيك لما بدي أقليها، أنا بحب أقليها بزيت زيتون. والله اللي بيقليها بزيت قلي إنه بيكون ظلمها يا جماعة. بزيت الزيتون كتير أطيب، وصدقوني زيت الزيتون أبدا ما بضر طول ما هو ما تعرض للحرق. وحرارة الغاز تكون عندكم على المتوسط، وتقلوه بهيك على الهدى، يعني هيك تتحمر وتتأمر معاكم على كيفكم. قدموها مع كاسة شاي ودوقوا وادعوا لي. أحبائي لو استفدتوا من هالفيديو لو بمعلومة واحدة، بتمنى تدعموا لي الفيديو بلايك، بكون كتير ممنونة لإلكم. دمتم بخير وباي باي.